تفضل رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. أيها الحضور الكرام، إنني أتشرف بالشروط والحضور بينكم في هذا العمل الرائع الذي يأتي النشأة والشباب في هذه الأمة على القرآن الكريم. نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ محي أبو جبل، رئيس مركز مواليد الحوضين الذي شرف هذا الحق، ونسأل الله له المزيد من التوفيق وبذل الجهد لرفع شأن هذا البلد والاصلاح فيه. يا منزل الآيات والقرآن بيني وبينك قربة القرآن، اشرح لي صدري مع شمس الهدى وأجد في جسدي من النيران، كسر في ورعي وحق التوبة أمسك به بني بلا خسران، انصرني يا ربي بلحمي معدني واحفظ من قلبي من الشيطان، أنت الذي يا رب كنت حروفه ووضعته في الوعظ والاستبيان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان، فوضعت حكمة التي هذا السبيل حتى تخويت بأيها برهان، لئن استبدني من رضاك مأمونة حتى تقومي أيها برهان، لأثبتنك بكرة وعنيلة ولتسلمنك بالتجارة في جميع حوادثي من دون قصد فلان وفلان، ولا يجعلن العقدة كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي على آياته رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأعد جيلا فريدا قاد العالم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم في مكة المكرمة 13 سنة، 13 سنة والنبي يربي الرجال علشان تقوم على مواهبهم الدولة، تقوم على رجال وعدوا إعدادا جيدا على القرآن الكريم والسنة المطهرة. وكان القرآن ينزل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تربية طويلة في دار الأرقم. وينزل القرآن يربي الصحابة على القيم والمبادئ والأخلاق. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. تربية على القيام وإقراء القرآن بالليل في واجهة الصعاب والمشاق الكبيرة في النهار. تربية الرجال على كده يحتاج قوة الزوجة بعد أن تربى الرجال على المحن والشدائد والصعوبات، فقال